في ختام الموسم واحنا بنراجع النجوم والمدربين وكل التفاصيل اللي بنحب نغوص فيها، جايب لك النهارده حاجة مختلفة شوية، مش دايما بتكون تحت الأضواء لكن فعلا تستحق إننا نتكلم عنها. هنتكلم عن لعيبة رجعوا نفسهم للساحة تاني، رجعوا أثبتوا إن هم مخلصوش، بالعكس رجعوا أقوى من الأول. ناس كانت بتعاني والبعض نسيهم والبعض كان شايف إن مشوارهم انتهى، لكنهم رجعوا وردوا على الكل. قبل ما ابدأ اوعى تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا نبدأ مع اول اسم، وخلينا نبدأ بالتقيل. بدري، عودة ملك الوسط. بدري كان موهبة خارقة، لمسة الكورة في رجله ترجعك لأيام تشافي ونيستا، لكن الإصابات كانت العائق الأكبر. يلعب ماتش ويغيب 4. الموسم ده لا، حاجة تانية خالص. لعب 57 ماتش وشارك في أكتر من 4500 دقيقة، دي لأول مرة في مسيرته. قيمته السوقية ارتفعت من 80 مليون ل 120 مليون يورو. والموسم ده وأداء بدري في الموسم ده خلى آراء كتير جدا تقول إن بدري هو أفضل لاعب في وسط في العالم حاليا، إنه فعلا رجع خط وسط برشلونة لأيام تشافي ونيستا. طفرة بدنية وفنية وبنتمنى انها تستمر. والاسم التاني البطل الغامض البلجيكي لوكاكو. لوكاكو الحكاية اللي متعرفش تبدأ منين، كان تايه، مفيش نادي عايزه، حتى عروض الخليج وقفت اتقفلت قدامه، لكن مشكلة اوسمين في نابولي فتحت له باب الرجوع. ساهم في 23 هدف في خلال 34 ماتش، رجع الثقة لنفسه. مع كونتي رجع لأفضل نسخة ممكنة من لوكاكو، من لاعب مرفوض لبطل مع نابولي. اتحول تحول رهيب. فعلا البلجيكي كان سبب من اسباب انتصارات نابولي وفوزهم بالسكوديتو. الاسم الثالث الوحش الاسكتلندي ماكتوميني. لاعب الناس كانت بتتريق عليه وتسخر منه، جمهور مانشستر يونايتد ما كانش مقتنع بيه، وفرحوا اكتر واكتر لما مشي. لكن مع نابولي الوضع اختلف تماما. ساهم في 17 جول خلال 32 ماتش، ولاعب وسط، كان حاسم في ماتشات كتير واثبت ان ليه مكان كبير في لعيبة اوروبا. صفقة كانت بقيمة قليلة جدا 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 لكن تأثيرها كان كبير جدا. والاسم اللي بعد كده اللي معانا ده تحول من مكروه لبطل، من مادة للسخرية لبطل. هو البرازيلي أنتوني، زي ما قلنا من مكروه لبطل ريال بيتيس. أنتوني كان مادة للسخرية والناس شككت في كونه برازيلي أصلا، حتى اليونايتد حاول يخلص منه ووداه إعارة لبيتيس، بس هناك سجل 8 تجوال وصنع 5 أهداف 23 ماتش بس. وساهم في وصول الفريق لأول نهائي أوروبي في تاريخه. ومن ساعتها يا سيدي في عروض بتنهال على أنتوني من فرق كتير جدا، من أتلتيكو مدريد وأندية كبيرة تانية عايزة أنتوني. هو بنفسه قال المشكلة ما كانتش فيه، المشكلة كانت في مانشستر. وأنتوني وماكتوميناي بيثبتوا فعلا ان المشكلة مش في اللعيبة ولا المدير الفني، المشكلة في كيان مانشستر عموما في آخر كام سنة. اما الاسم اللي بعد كده حارس روما اللي خطف الانظار، سيفيلار. في موسم صعب الروما، سيفيلار كان واحد من ابرز الاسماء، ارتفعت قيمته السوقية من 4 مليون ل 17 مليون يورو. ده حافظ على نظافة شباكه في 15 ماتش من 36 ماتش، عنده امكانيات فنية كبيرة ورد فعل ممتاز. حارس كان احتياطي وبقى هدف للأندية الكبيرة. والاسم اللي جاي بعد كده اتحول من ضحكة لإعصار هجومي، موليسكين. فاكر مويسكين اللي يوفنتوس سابه لإيفرتون والناس كانت بتضحك عليه؟ أما دلوقتي سجل 23 هدف وصنع 3 في 46 مباراة، سعره ارتفع ل 40 مليون يورو على رادار مانشستر يونايتد وبرشلونة كمان. رجع نفسه من تحت الصفر حرفيا. والاسم اللي بعد مويسكين نيكو باز. فابريجاس شاف فيه حاجة، ريال مدريد مشى نيكو باز وراح لكومو بتوصية من فابريجاس. دلوقتي سعره بقى 35 مليون يورو، عنده 15 مساهمة تهديفية في 33 ماتش، وفي فريق زي كومو، فريق مش من الفرق القوية في إيطاليا. ريال مدريد اي نعم بيفكر يرجعه بعد ما اثبت نفسه كصانع العاب نادر، لكن على ريال مدريد انه ينافس فرق تانية محتاجة نيكو باز. الاسم بعد كده اللي معانا هو ريان شرقي. الموهبة الفرنسية ما وقعتش، كانت الناس فاكراه خلاص خلص وبريقه انتهى، لكنه رجع بقوة. ساهم في 31 هدف خلال 43 ماتش، قدم أداء
فني ساحر وكان نقطة الضوء الوحيدة في موسم ليون. حاليا ريان شرقي مطلوب من ليفربول ومانشستر يونايتد. وهنا وصلنا للنهاية. شاركني رأيك، قول لي مين أكتر لاعب في القايمة دي فاجأك، ومين تحسه فعلا بطل رجع من بعيد جدا. مستني رأيك في الكومنتات، ولو عجبتك السلسلة اعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد يا صديقي. السلام عليكم ورحمة الله.